في وسطينا ده اعظم شيء. امين. هاليلويا. خلينا نعطي تحيه للرب اللي هو مستحق ان احنا هاليلويا هاليلويا. تعرفوا اليوم ده هذا اليوم الرب اللي اعطانا اياه من اروع الايام المباركه والمجيده. عارفين ليش؟ صرنا فتره بنصلي من ساعه ما عرفنا انه كنيسه الاردن جماعه الله طائفة جماعة الله جايين كلهم لهذه الكنيسة. لهذه الكنيسة. ده الشيء الأول كنا بنصلي من أجله، الرب أعطانا امبارح بالأمس يوم رائع جدا جدا في الصلاة، صدقوني من فترة كبيرة وإحنا بنصلي من أجل الوحدة، من أجل الوحدة، الرب يوحد كنيسته، أي أمور ثانية بدنا نحطها على جنب، الرب يجي، الرب يجي صدقوني. عشان هيك بنتكلم في، أنا مش هطول عليكم، في انجيل يوحنا اصحاح 17 لما بيتكلم عن الوحده، الاخوه كلهم بنشكر رب من اجل الاسس اللي صلوا من اجل الوحده، فبيحكي بيقول في عدد 20 ولست اسال من اجل هؤلاء فقط، لكن ايش يا رب عايز؟ بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع ايش؟ واحد. تعرفوا لما احنا بنجمع كلنا بنكون واحد، الطوائف كلها، الطوائف الثانيه اللي هي ارثوذكس وكاثوليك واللاتين، كل دي الامور دي كلها ايش؟ هتتوحد بنعمه الرب، لانه دي كنيسته هي. كما انك انت ايها الاب في وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحد كما اننا نحن واحد، انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني. السؤال عايز اساله، كم كلمه اترددت في هذا العدد؟ كلمة واحد، أكثر كلمة اتوحدت، ده معناته إيه؟ معناته الرب عاوز يوحد كنيسته، الرب عاوز يرفع كنيسته، الرب عاوز يعطي كنيسته تكون كنيسة مجيدة. نشكر الرب من أجل كنيسة المصدار، أنا دايما بنبأ عليها إنه كنيسة هتكون للانطلاقة، وأنت يا كنيسة المصدار لست الصغرى، لأنه منك يخرج، من كنيسة المصدار الصغيرة هيخرج ناس الأمناء، ناس يخدمون الرب، ناس يكونوا واحد، ناس على قلبهم الخدمة، الرب هيرسل ناس من هذه الكنيسة حتى ما يكونوا في فعل الخير والحصاد اللي الرب عايز يعطيه. الكنيسة كنا عاملين نهضة من فترة، لكن النهضة اللي اتعملت كان قبليها نهضة. الرب عطانا أيام مباركة، صرنا فترة والرب عمل ينهض كنيسته، والرب عمل يعطي آيات وعمل يعطي معجزات. خاصة بشجعكم، عشان هيك اجتماع الصلاة اليوم ده من أروع الأيام، عشان هيك كل الكنائس الموجودين هون إنه يا ريت إن احنا نكون دايما في العبادة وفي الصلاة، لأنه الرب بيعطي وحدة، والرب بيعطي شفاء، والرب بيعطي انطلاق، والرب بيعطي حرية. عشان هيك شعب الرب خلينا نكون أمناء على وعود الرب لينا، والرب عمل شغال في الكنيسة، الرب عمل يشفي، والرب عمل يعمل أمور عظيمة جدا. ناس بتيجي منكسر، ناس بتيجي للخلاص بالعشرات عمال يجوا للخلاص، وناس التدخين اللي كان فيهم بيجوا بحرية، ناس كانت مقيدة بروح التدخين، ناس كانت بيدخلوا بالثلاث باكيتات الدخان ويجوا كسروه بيقولوا ما رجعت للدخان مرة ثانية. الكل الرب عمال يحرر. هنسمع اختبار الرب عمل معجزة في هذه الكنيسة. على فكرة الرب هو اللي عمل، مش احنا اللي عملنا، لكن الرب هو اللي عمل من خلال كمان صلوات الكنيسة.